فاش كتكون كتبغي الرجيلات ديال بصح كتحماق عليهم لواحد الدرجه ما تصورش، وكتكون الحياه عطياك فرص بزاف. كتقول لك هاك اخويا الفرص استغليهم مع راسك اخويا، دير بهم اللي بغيتي، عيش الحياه مع الرجيلات. ولكن انت كتكون حشومي وما كتقدر دير حتى شي حاجه، وما كاع ما كدير شي واحد المبادره صغيره اللي تخليك تعيش الفونتازم ديالك. هادشي كامل فيه انا. السميه ديالي يوسف، تربيت في واحد المدينه اللي اش غنقول لكم الا كتب ليا وتزوجت فيها كنحلف لكم انني ما غاديش نربي ولادي فيها. علاش؟ حيت مدينه كتعلمك غير العجز وكتربي فيك الحشمه بزاف وبزاف وبزاف، وهذا الشيء هذا راه ما بقاش صالح في هذا الوقت هذه كاع. كتشوف الناس كتستغل الفرص وكدير بزاف ديال الحوايج وكتقص دروجها، ولكن انت ديما غالب عليك الحشمه، ديما 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 حتى في ابسط حاجه اللي هي الفونتازم ديالك ما قادر دير فيه حتى شي حاجه، وانت العمر ديالك 26 عام. راه شي حاجه اللي خايبه وخايبه بزاف. وواحد من اتاحه هاد الفرص هادي غادي تسمعوها في هاد القصه هادي اللي غادي نعاود لكم دابا. كندوز العام كامل وانا غادي للقرايه ديالي مزيان، هو داك كنقرا في لافاك غادي جاي مزيان. وكندوز العام ديالي كامل وانا جالس كنتشاو تنقول واه كون غير درت شي حاجه مع هاد الرجيلات، واه شحال زوينا هاد الرجيلات. داخل خارج في انستغرام جالس عاطيها سليخ الحنش في موقع تشيلسي. المهم ما كندير حتى شي حاجه ما غير هاد الشيء هذا. كنبقى نتفرج في فيديوهات ديال كيفاش تحيد الحشمه في 10 ديال الثواني، والو اي حاجه تفرجت ليها حتى حاجه ما نافعه معايا كتوقف حدايا شي بنت ولا كنقدر ندير حتى شي لعبه. والمشكله من هذا الشيء كامل هو انني دراري بوغوس كنلبس مزيان وهو داك وكلشي كيشكرني وكلشي تيقول لي راك تيتيست، ولكن انا ما كنشكرش راسي ولا كنعطي راسي شي فرصه، ديما حقد على راسي. كل صيف كنمشي عند واحد السيده كتجي الوالد ديالي، كنحس بها بحال شي عمتي ولا بحال امي كاع. وحتى هي مسكينه انا عزيز عليها حيت ما عندهاش الولاد دراري، يعني ذكوره ما عندهاش الذكوره. دونك من الصغر ديالي وانا عزيز عليها، ومن الصغر ديالي وانا كنمشي ندوز عندها الصيف معزز مكرم. وحيت المدينه ديالها اللي كاينه فيها هي فيها البحر، دونك صافي تنقول نمشي ندوز تما الصيف ناضي هو هذاك وكلشي مزيان. وكيف قلت لكم هاد السيده هادي اللي من لافامي ما عندهاش الاولاد، عندها غير واحد 3 ديال البنات ولكن كلشي مزوج. يعني راه تنبقاو غير انا وياها في الدار صافي كلشي مزيان. ولكن اللي كيلفت الانتباه ديالي هو ان عندها من بين دوك 3 البنات واحد البنت اللي سبيسيال وماشي عاديه كيف ما تنقولوا. علاش؟ حيتاش كانت واحد التيتيزه اللي لا يمكن واعره بزاف، ومن الصغر ديالي وهي كانت كتلفت الانتباه ديالي بالزين ديالها وبطريقه ديال اللباس ديالها اللي ما كاينش بحالها، واحد اللباس اللي انيق لواحد الدرجه ما تصورش، وواحد النقل اللي فيها راه ما كاينش عند البليبار. راه البليبار ديال البنات ما عندهمش بحال هاد النقل اللي عند هاد البنت هادي، حيت كلشي كنشوفوه على عيني. ولكن انا كفتيتي راه غادي نقول لكم بانها عندها احسن رجلين شفتهم في حياتي هكا على ارض الواقع. ما غاديش تجيب ليا شي رجلين احسن من هاد البنت هادي، احسن منهم راه ما كاينش كاع. بزاف ديال الناس غادي يقولوا لي راه كتبالغ اخويا وهذا الشيء راه ما يمكنش، ولكن كنقول لك كنقسم لك بالله كون نشوف رجليها يا خويا انت تقول هاد الهضره هادي. راه واحد الهيئه في هذوك الرجيلات راه ما كايناش صاحبي، راه ما تلقاها لا في انستغرام ولا حتى شي بلاصه. وديك الستيفه ديال الصباع راه ما كايناش كاع عند شي وحده، ما تلقاش بحال داك الصباع، دوك الصباع الكبار هكا، دوك الضفار الكبار. يا سلام ما نقدرش نوصفها لكم اخويا. اختنا مفروحه ديال بصح هبيله، كدير اي حاجه طاحت ليها في بالها، الضحك النشاط اي حاجه ما تقنطش معاها كاع، ومنفتحه لواحد الدرجه ما كتصورش. الديفو الوحيد اللي كان تيبان ليا في هاد البنت هادي هي انها مزوجه، هذا هو اكبر ديفو فيها. والعمر ديالها كيتزاوج ما بين 35 عام 36 بحال هكاك. المهم راه واحد النقره ما كاينش بحالها اخويا، بنت المدينه بير وناضيه بزاف ونقيه لواحد الدرجه ما تصورش. كيف قلت لكم فاش كنكون ندوز الصيف مع الوالده ديالها مره راه كتجي عندنا تما وما كنقنطوش، تنبقاو نضحكوا معاها وتتبقى شاده فينا والضحك والنشاط، كتقدر تخسر حتى الهضره. كيف قلت لكم ختنا منفتحه بزاف صافي كلشي حتى لهنايا مزيان. هو داك ترجع للمدينه ديالي، دزت واحد الوقيته اللي ماشي طويله بزاف حتى كي نسمع الخبار ديال ان ختنا طلقات. ما عجبنيش الحال على هاد الهضره هادي، حتى ختنا ما تستاهلش. المهم بقى فيها الحال بزاف على الطلاق ديالها، وان غادي تجي تجلس حدا الوالده ديالها بيان سير راه ما عندهاش فينا تمشي. واخا هكاك بقى فينا الحال بزاف، حيت كيف قلت لكم راه تيتيزا وشحال من واحد غادي يتمنى الطلاق ديالها
ولكن انا راه ما نقدر ندير حتى شي حاجه حيت انا حشومي. اللهم خلي السيده حدا راجلها، ما نبغيش ليها طلق كاع. شحال من واحد دابا غادي يقول صافي منين السيده طلقات دونك راه ما يصلح لكش كاع تمشي لتما ولا شي بلان. كيف تنقول لكم الناس راهم فاتحين ولاد المدينه، راه ماشي بحالنا حنا اللي عايشين في هاد المدن هادو اللي تيعلموك الحشمه. بغض النظر على انها كبيره عليا وتا واحد ما غادي يشك فيا كاع ولا غادي يقول غادي ندير معها شي حاجه، ولكن راه انفو كيوصل الصيف راه ديك السيده كتعيط ليا، راه عادي شي حاجه اللي نورمال بزاف. وداكشي اللي وقع مع قرب الصيف شويه هكا كنهضر مع ديك السيده اللي كتجينا في التليفون كتقول لي عندك تنسى عاوتاني ما تجيش تونسني هذا الصيف هذا. بغيت نقول لها لا راه حكا الواد حيت كاينه البنيته ديالك. كي قلت ماشي مشكل راه ما كاين بيناتنا حتى شي حاجه، هي كبيره عليا وانا صغير عليها، ما عندش داكشي كاع فين وقع شي حاجه. وصل الصيف مشيت عاوتاني للمدينه ديالهم باش ندوز الصيف كيف ما قلت لكم، حيت راه كان مشيت قريبا تندوز واحد الشهرين حتى لشهرين ونص، ما عنديش فين نمشي من غير هذيك المدينه. صافي هي هذيك مشيت للمدينه ديالهم، استقبلوني مزيان كيف ما العاده، تيقولوا لي انت جيتي تونسنا بعدا وتجلس معنا وهذاك. المهم كلشي كيف ما كيدوز كاي عام وهذاك. صافي النهار كامل كنضل خارج مع الدراري ديال الحومه، العشيه والليل المهم راه تندخل للدار تلقى البنيته حتى هي جالسه مع امها، كنعطيوها الضحك والنشاط، كنتعشاو كنجلسو نعصروا على شي فيلم بثلاثه انا، كنبداو عاصرين الضحك والنشاط كلشي وهذاك. غير هو انا كيف ما قلت لكم راني كنشوف وكنحظي داك الجمال ديالها وداك النقاء اللي عطيها الله. والحاجه اللي كانت كتلفت ليا الانتباه ديالي كفتيشي هي انها كانت كتصبغ رجليها ويديها بزاف، يعني تقدر تصبغ اليوم دوز يومين تبدل الصباغه وتمحيها وتصبغ داك الشيء ناضي، وهذا الشيء كامل كديرو حداك، يعني كتصبغ حداك وكتمسح ديك الصباغه نيت حداك. كنبقى نقول وا سعدات هذا اللي غيديها ولا هذا اللي كان ديها ما كانش عارف النعمه اللي كانت عنده. حتى فاش كتدخل من الزنقه كتجي وكتحيد السبادري ديالها حداك، يعني في البيت اللي حنا جالسين فيها بدون ما تشك في رجليها تقول راه فيهم شي ريحه ولا شي توشيه والو. كتدخل كتحيد السبر ديالها وكتدخل بتقاشرها حداك وتحط رجليها تنشرهم فوق السداري وهي بكامل الثقه ديالها. وكيف قلت لكم اختنا راه انا وياها عطينا الضحك والنشاط وكتقشب فيها التقشاب بزاف وكتقدر تخسر الهضره كاع حتى ما كاينه حداها، يعني داك النوع ديال اي عائله كتلقى فيها هذا النوع هذا. واحد الدري ولا واحد البنت ضروري تيكون خارج على العاده وتيكون فيه الضحك بزاف وكيخسر الهضره وما كيديوش عليه كاع، كيكون هو المفروح ديال العائله، وهذه هي من داك النوع النيش. بزاف ديال الناس غادي يقولوا غادي تكون هزيتي لها السبادري ديالها والتقاشر ديالها ودرتي معاهم شي بلان. لا ما فيهاش هاد البلانات هادو، ما نقدرش نوصل لهاد الدرجه هادي. اخويا الا كانت شي حاجه ديال اللحم مرحبا، ما كانش حيد عليا. وبقينا على هاد الحال هذا حتى لواحد النهار فين كانت واحد الصدمه اللي كبيره بالنسبه ليا انا. بالنسبه لاي واحد راه ماشي صدمه، ولكن بالنسبه لفتيشي حشومي فراه صدمه وصدمه كبيره. هي واحد الليله فين كنت جالس انا والوالده ديالها كنتفرجوا وهي تدخل علينا للبيت وجات وهي تشكى في السداري اللي انا فيه نيت وحطات وسادت تحت رجيلتها وجابتهم لجيتي وقالت لي دير لي شي ماساج راني عيانه ديال بصح. حمار لي وجي لواحد الدرجه ما تصورش، شفت فما قلت غادي تكون الرياكسيون ديالها، ولكن قلت لكم راه عادي يا صاحبي، راه منفتح لواحد الدرجه كبيره. بقات كضحك ما وقالت لها بعدا الا ولدت بغيتي يدير لك ماساج ولا امها ما قالت هذيك الهضره الا زعما ما بغاش تكرفصني، يعني خلي الولد جالس مرتاح. بالنسبه لهم الرجلين راه تكرفيص، ولكن بالنسبه لي انا راه الحياه هذيك. في الاول درت راسي بحال ما بغيتش وقلت لها السي عليا رجليك لاش بيني وبينهم راهم خانزين وكذا، ولكن عقلي تيقول ويا ربي انسيستي عليا ديال بصح حتى من خانزين لقيتهم يا وجه الحبس. بقات كتقيس لي يدي برجليها وكتقول لي والله تدير لي ماساج راني عيانه. والمهم بداك الضحك ديالها وداك النشاط وقلت لها راني غادي ندير لك ماساج ولكن راه ما غاديش تعطل فيك كاع، راه دغيا وما راه نورمال جالسه كتفرج في التلفازه وما مسوقاش حيت عارفه بنتها هبيله وعارفه داك الشيء راه نورمال ونورمال بزاف. حطيت يدي على الرجيلات بحال قصت اخويا شي ذهب ولا شي الماس ولا شي حاجه. اخويا راه ما يمكنش واحد الدري الكبير في لاج وما عمرو قاس الرجيلات الساط، راه ما يمكنش، وكيحطهم على احسن رجيلات بالنسبه ليه كاينين في هذه الدنيا هذه. انا حاط يدي على رجليها وكندير ليها الماساج ودير راسي بحال ما مسوقش وباقي زعما كنتفرج، ولكن عقلي راه راسم سيناريوهات وراسم بزاف ديال الاحداث ومرفوع على واحد البلاصه ما كايناش كاع هنا في الكره الارضيه،
وبلا ما نقول لكم على المعلم اللي عوجته للجنب، حيت اخويا راه داك المنظر راه اللي ما عمره وقع ليا في هذه الوقيته هذه. وانا جالس كندير الماساج وجالس يعني ما كنديروش بالطريقه الزوينه، يعني جالس غير كنتفلى عليها باش نخليها تقول لي تدير لي الماساج مزيان، ونزيد ما امكن نبقى قايس ليها رجيلاتها واخا نعرف الليل كامل وانا شادهم هكاك. المهم عجبني الحال بزاف بزاف بزاف. وهاد القضيه ديال دير لي الماساج راه ماشي غير معايا، راه تقدر تجي شي اختها اخرى حتى هي وتجلس حداها تقول لها ديري لي الماساج لرجيلاتي ولا يدي، كتبغي يديها ورجليها تدير لهم الماساج ديال بصح. ساليت هذيك الحصه ديال الماساج اخي، وانا نمشي نقصد البيت بانني بغيت نمشي ننعس، وبيان سور اخويا غادي نسلق الحنش، انه راه ما يمكنش هذاك المنظر يدوز عادي بلا ما يحرك فيا شي حاجه. نضنا الصباح سولتها كيفاش جاك الماساج ديال البارح، قلت لي راك ما تقنتيش مزيان، غادي تعاودوا لي هاد الليله هادي مزيان مزيان، والله ما نتفك معاك حتى تقاد لي الماساج مزيان. قلت لي شي هاد الليله هادي في عقلي راه غادي تكون عرس بالنسبه لي انا. نفس البلان وحنا جالسين حتى كتجي عاوتاني ختنا متكيه حدايا، وهاد المره كان طافي الضو وكنا معشيين وكان الحال معطل شويه. حطات رجليها كيف ما العاده وقالت لي كمل خيرك باش تكون مزيان. عاوتاني كنبين بانني رافض وما عجبنيش الحال، تنقول لها تيهزي عليا راه ما فيها لا ندير لا ماساج لا والو، رجليك الخانزين وازيهم عليا الليل. وبيان سير تنقول في عقلي يا ربي تعاود انزيستي عليا ديال بصح. وكيعجبني الحال فاش كنرفض ليا كتبقى تقيسني برجليها وكتقول لي والله تدير ليا ماساج دابا. قلت ليها في هذيك اللحظه راني باغي نتشكى وما فيها اللي يدير شي ماساج عافاك يخليني نرتاح. قالت لي ما فيها بس تشكى وتفرج وانت كدير ليا ماساج. المهم هذا البلان هذا هو اللي كنت كنفكر فيه النهار كامل، كيفاش ندير باش نتكونسونطرا مزيان مع الرجيلات، ناقصني نكون متشكي مزيان. داكشي اللي كان رجعت للقنت ديال السداري باش انني نتشكى، يعني باش كيكونوا جوج السداريات ملاصقين، رجعت لذاك السداري اللي داخل في الحيط وجات هي قربات ليا برجيلاتها، وانا داير راسي بحال جالس كنتفرج وجالس كندير ليها الماساج، والوالده ديالها ناعسه حدانا حيت كتكون كتفرج شويه كتنعس وكتمشي. هي انا فاش كنكون داير ليها الماساج يا اما كتكون كتلعب بالتليفون ديالها يا اما كتكون مرخيه وساده عينيها. وديك الوقيته اللي كنت انا كندير ليها الماساج كانت كتلعب بالتليفون ديالها وما مزوقاش لجهه رجليها كاع. كنت كندير بحال كنعيا بداك البوزيسيون اللي داير وكنبقى نتقلب وكنقرب وجهي بزاف لجهه رجليها. راه واحد الاحساس اخوتي اللي ما يمكن لياش نوصفه لكم كاع، راني بحال في شي بلاصه ما كايناش على وجه الارض، واحد الريحه عاطيه من رجيلاتها ماشي خانزه اخويا، لا لا لا، ريحه ديال لي برودوي اخويا. تنقول لك ختنا نقيه بزاف. اش كتخلط هذيك الريحه ديال لي برودوي مع ديك الريحه ديال الجلده ديال الرجلين، راه كتعطي واحد الريحه بالنسبه للفتيشي راه ما كاينش بحالها كاع في الكره الارضيه اخويا. ومع طافي الضو غير الضو ديال التلفازه اللي كاين صافي راني خديت راحتي وبقيت جالس كنستنشق داك الهواء ديال الرجيلات ديالها. وبيان سور المعلم كان غادي يخرج ليا من بلاصتو حيت هادشي ما مولفش عليه. داز ديك الوقيته مزيان وبقيت كنقول ضروري خصني نزعم، ضروري خصني ندير شي حاجه، راه ختنا منفتحه بزاف، راه تقدر ما تفرشنيش، نقدر نجيها كاع صراحه ونقول لها راني بغيت نصالحك، انا راه عندي واحد الفونطازم وبغيت نعيش في هاد لافي هادي معاك، والله تنحلف لكم بالله اما تقول شي حاجه ولا تفرشني والله تتقول لي دير اللي بغيتي. ولكن الحشمه اللي فيا ما خلاتني ندير حتى شي حاجه، وانا جالس غير كندير الماساج تما مع راسي وجالس غير كنسلخ في الحنش لواحد الدرجه ما تصورش، واحد الحلاوه اللي ما عمرني حسيت بها كاع حتى وانا تنسلخ في الايامات العاديه صافي. وبقيت كنفكر في شي بلان كيفاش ندير نوصل ليها لرجيلاتها بلا ما تعيق بيا، وانا نلقى واحد الطريقه، ولكن راه قلت تقدر تنجح تقدر ما تنجحش، وحتى المهم الا عاقت بيا ولا شي حاجه راه ما غادي تقول شي لعبه. وهذا البلان هذا ديال اننا نجلسوا نتفرجوا في الليل كيف العاده ونقول ليها ضروري غادي تفرجي معايا في شي فيلم نعصروا عليه الليل ديال بصح، يعني نزيد نعطل ليها الوقت مزيان عاد ندير ليها الفيلم، وديك الساعه راه يقدر يديها النعاس ونديروا انا وهي شي بلان وهي ناعسه. المهم كيف ما بغات تجي غير اللهم بالحيله ولا نجيها ديريكت حيت كنحشم بزاف. داكشي اللي وقع صات واحد الليله عاوتاني لا عاوتاني اللي غادي ندير لها فيها ماساج، تكيت عاوتاني في البلاصه اللي بغيت انايا كيف قلت ليها، يعني كان داكشي مزيان وانا جالس كندير ليها الماساج. قلت لها راه غادي نتفرجوا في واحد الفيلم مزيان، المهم حتى عطلت ليها الوقت ديال بصح حتى راه كيجيها النعاس ضروري. وبقيت كندير ليها الماساج ونحيد يدي شويه ونعاود ندير ليها ماساج ونعاود نحيد يدي شويه، المهم حتى ولفات هذا انني كنماصي ليها شويه ونحيد عاوتاني بحال تكونسونطريت مع الفيلم وانا الفيلم كاع ما مسوقش ليه كاع. اختنا فريمون حسيتها بان فيها النعاس ديال بصح
وبدات كتكمخ شويه كيديها عينيها، واخا هكا كنقيس ليها رجليها صافي السيده ولات كتنعس. والحل اللي فكرت فيه هو انني حتى انا يدوز غير واحد شويه بانني نحس بها نعسات، وغادي ندير راسي بحال تنداني النعاس ونقرب وجهي لرجليها ونعيش الحياه. وداك الشيء نيت اللي وقع اختنا، راه غير كتكمخ شويه وانا درت راسي بحال نعس، حيت حيدت يدي بحال تقول زعما راني صافي ترخيت. بقيت حاط يدي على رجيلاتها غير يد وحده هكا، ولكن مرخيه يعني بانني نعاس، وهي كدوي معايا على الفيلم وانا كاع ما كنجاوبها يعني بان راه داتني عيني ديال بصح. حسيت بها من با واحد 5 ديال الدقائق بان حتى هي ما بقاتش كاع كاينه، ما بقيتش كنسمع حسها، كنشوف بنص عين واخا كاين شويه ديال الظلام غير الضو ديال التلفازه، ولكن كنحس بها بان راه داتها عينيها حتى هي هذيك. درت بحال تقلبت وما تنحط غير وجهي تحت رجيلاتها. واحد الاحساس، واحد عرفتي دابا راه ما يمكنش، هذا هو احسن احساس اللي عشته في حياتي. ما حطيت وجهي تحت رجيلاتها، راه ما تحركات، ما دارت حتى شي حاجه، بقات هكا كيف ما هي، حيت حسيت بها بان حتى هي راه كمخات شويه. وحتى الا كانت كاع حاسه وعرفت بان راه وجهي هذاك راه ما تحيدش رجليها، جبت لكم اختنا راه مفروحه ديال بصح. كنبقى حاطو شويه، كدوز واحد 5 ديال الدقائق وتنحركو زعما بانني باغي نتقلب، وكنبدا نلحق رجليا مع وجهي. واحد الاحساس راه لا يمكن، وما ما عرفتش كيفاش ندير نوصفو لكم اخوتي، واحد الدرجه ما تصورش. واحد الريحه عاطيه، ريحه ديال ما كاينش خوتها ما كاينش اختها بهاد الريحه هادي كاع، حيت واحد ما عمرو عاش هاد البلان هذا، فراه ما يمكنش اخويا بانه غادي يدوز ديك اللحظه كانها اي لحظه عاديه. كانت احسن لحظه في حياتي، واخا نعيا ما ندير مع الرجيلات، ولكن هذيك كانت هي احسن لحظه في حياتي. علاش؟ حيت بقيت في هذيك السيتوياسيون تقريبا شي ساعه وحنا هكاك، حيت سداتنا عينينا بجوج وصافي. فاش شفت براسي بانني عيقت وانا ندير نتقلب زعما للجهه الاخرى، درت راسي بانني ما يعني راني ناعس ديال بصح. حتى دازت واحد شويه وهي الضربه الفيقه ونات مشات لبلاصتها وطفات التلفازه وجابت خطاتني. وبزاف ديال الناس غادي تجيهم بان هذه راه شي حاجه زعما اللي عاديه وعاديه بزاف، ولكن كنقول لكم اخوتي بان هذه راه احسن لحظه عشتها في حياتي، واحسن لحظه غادي نعيشها في هذه الحياه هذه اللي انا غادي نعيشها دابا. ومن مورا دوك الايامات عاوتاني كيف ما العاده كدوز يومين كدوز 3 ايام كتحط ليها رجليها كتقول ليها دير ليها الماساج، يعني داكشي كيف قلت لكم راه نورمال ونورمال بزاف بالنسبه ليا. وعاود درت نفس البلان عاوتاني مره اخرى، ولكن كيبقى داك البلان الاول احسن بلان طرا ليا في الحياه ديالي. وكانت هذه هي القصه ديالي، وكنتمنى انها تعجبكم ديال بصح. دونك اخوتي الفتيشيه ما تنساوش ليا اللايك السبسكرايب لي كومونتير، اي حاجه كتدار ديروها، وشجعوا اخوكم الفتيشي باش يبقى يحط لكم داك الشيء ناضي هو هذاك. ما بقى لي غير نقول لكم كنتمنى تعجبكم القصه، تهلاو ليا في راسكم ونتقاشعوا في الفيديو الجاي. تهلا.